السلام عليكم الدريات، كلشي مزيان. فهاد القصة ديال اليوم غادي نهضروا على واحد المجرم اللي قدر يهرب من الحبس ماشي مرة وماشي جوج، ولكن حتى شي محاولة من هادو ما كتسوى والو قدام اخر هروب ليه. حيت الطريقة اللي هرب بيها كانت ذكية بزاف وصعيب حتى يتخيلها شي واحد، وبقى هارب مدة طويلة. كان كيلعب مع الموت هاد خونا، وكل خطوة كانت محسوبة وكل خطأ كان كاين النهاية. شنو هي الطريقة اللي دار، وشنو هي الجريمة اللي دار باش تحكم عليه من الاول؟ هادشي اللي غادي نعرفو دابا في القصة. المهم اخوتي، دير الكيد وواحد اللعبة قبل ما ننساو، ضرب معاك ديك لايك، ديك ابوني لاول مرة تشوف لاشين، شي كومونتير زوين بحالكم، وشد شي كوان ساقل، ويلا نبدا. انا سميتي ريتشارد لي ماكلير، تزاديت نهار 19 دو جانفير 1958 في ولاية اوكلاهوما كاينة في ميريكا. تربيت في واحد العائلة عادية مستقرة ماديا، با كان ضابط احتياطي في القوات الجوية، وانا درت بحالو كما كيقول المثال، تبع حرفات بوك لا يغلبوك. دخلت حتى انا نخدم في القوات الجوية الامريكية. الناس كيقولوا ان حياتي كانت مستقرة وعندي خدمة محترمة، ولكن الصراحة انا كنت كنشوف الفلوس بزاف وبغيتهم باي طريقة كما كان. كل ليلة كنت كنسول راسي شحال خاصني نغامر باش نعيش بحالو، يعني ندير اللي كان. بداو البلانات بطريقات بسيطة عادية صغيرة، ولكن داك الجوع ديال الطمع ما كيتسالاش. في 17 نوفمبر 1987 خديت القرار اللي غادي يبدل حياتي كاملة. كان الليل والبرد والشارع ساكت بحال القبر. انا كنفكر باش ندخل ما ندخلش، ولكن دزت انا وصاحبي قررنا نديرو براكاج لواحد الشركة على اساس انها فيها الفلوس. دخلنا وحنا متاكدين ما كاين حتى شي واحد، ولكن تصدمنا. قلبي انا كان باغي يوقف، النفس تقطعات، الصوت ما بقاش. فاش دخلت انا وصاحبي لقينا تما جوج رجال، واحد سميتو جيري. ما ترددتش كاع، شديت السلاح وقتلته في بلاصتو. كلشي داز في ثواني، معنيناش. ضربت هكا سكات. تاني حاول يهرب، ضربتو تا هو بربعة د القرطاسات ولكن بقى عايش. ولكن الحالة ديالو كانت كارثية بزاف. هربت ولكن ماشي بزاف. البوليس شدوني في فبراير 1988. كان داك النهار عنده واحد الريحة في شكال، ريحة ديال النهاية. ولكن لا، ماشي عندي. جابوني لمركز الشرطة باش يحققوا معايا، ولكن انا مستحيل نقبل نعيش حياتي كلها في الحبس. فاش داروا لي المينوط مع الكرسي بديت كنخدم عقل. دخلت يدي في جيب سروالي، خرجت مرطب ديال الشفايف، دهنت يدي باش تولي كتسلق، وحيدت من المينوط. كان الصوت ديال المعدن هو كيتحرك بحال شي جرس الحرية. فكيت راسي وخرجت من غرفة التحقيق قدام عينيهم، ولكن ماشي كلشي كيمشي كما خططنا ليه. نقزت من واحد الشجرة فاش هربت وطحت. واه، ديك اللحظة كانت بحال الموت. الصوت ديال العظم هو كيتهرس باقي كنسمعو لدابا. يا ريت كون ما طلعتش ليها اصلا. طحت وتهرست من رجلي. شدوني عاوتاني وداوني للسبيطار، ومن تما نيشان للحبس. تحكمت بالمؤبد 2 مرات، وحدة مع القاتل وحدة على محاولة القتل، وزادوني عليها 30 عام على السرقة. في ديك اللحظة عرفت ان حياتي كلها غادي تدوز وسط الكريات. الضو ديال الشيور، وحاشا واش نقول الشيور، ما يبانش كاع قدام الشيور. ماشي ضو، كان ظلام نفسي كيتغلغل فيه. ولكن قلت لراسي بكل ثقة انا ما غاديش نموت في الحبس. في 1992 بعد سنوات من التخطيط، انا وجوج ديال الخوت قررنا نهربو. وجا عاوتاني الليل ساكت، والخوف من كل الجهات.
مشينا زاحفين تحت القوات بحال الفيران، واخيرا خرجنا من ديك اللعنة. كل خطوة تحت الارض كانت بحال دقة في القبر، ولكن الامال كان سابقنا. ما عليناش، هربنا. واحد تشد في الساعات، ما طولش كاع، ما كملش نهار على برا شدو. خونا التاني ضرب شي يامات وتشد هو، اما انا بقيت حر 9 شهور، ولكن في الاخر شدوني، داوني لواحد الحبس اكتر حراسة، وقالوا هاد المرة مستحيل يهرب. وانا كنت ساكت كنضحك في الداخل ديالي. دازو الدقائق، السوايع، ايام، وكل ليلة كنحلم بالهروب. كنسمع صوتي كيغوت، واش مازال ما غاديش تخوي هاد القنت؟ دازو الدقائق وزادو السوايع، ودازو الايام اخوتي، دازو تا السيمانات والشهور والعوام. المشكل زعما ماشي عام ولا عامين، ولا ماشي 8 سنين ولا 9 سنين، لا، دازت اخوتي 13 عام وانا كنخطط. خدموني في اصلاح صناديق البارد. كل نهار كنشوف وكنحضي مزيان حتى عرفت الكود فين كاين واحد الصندوق كيتسد وكيمشي للكاميو برا الحبس، وما كاينش الا كيحلو. قلت مع راسي يا نكون يا لا نكون. المهم نتوما راه فهمتو البلان دابا شنو بغيت ندير. نهار 5 ابريل 2006 دخلت راسي في داك الصندوق، تجمعت مزيان، واخا حابس النفس بقات عندي الثقه. داك الصندوق فيه غير الظلمه، الصوت ديال التنفس ديالي، الحراره، كلشي كيغوت. مت غادي تموت، المهم راه الحماق. الكاميو خرج ووصلت للكراج في 11 ديال الصباح، ما كان حتى حد. خرجت من الصندوق، خرجت من الباب ومشيت في حالاتي. كل خطوه برا كانت كتحرق، ولكن كنت حي وحور. حتى الربعة ديال العشية عاد عرفوا في الحبس بلي انا راه ما كاينش. ولكن فاش عرفوا راه كنت انا ديك الساعه بعيد. بدلت الشكل ديالي، صبغت شعري، الهويه مزوره، كنبدل اللهجه ديال الهضره ديالي. اول مره في حياتي كنحس فعلا بالخوف، والخوف زوين الا كنت هو السلاح ديالك. ما عليناش. واحد المره واحد البوليسي شافني كنجري، سولني على سميتي، قلت ليه روبرت جونز، ومن بعد قلت ليه جيمي جونز، ولكن ما شكش. قلبي بدا كيضرب، حلقي نشف، وكل ثانيه كتحسب عليا عام. هربت لكندا، دخلت بواحد الطريقه اللي مزوره، وكنت غادي نعيش حياتي جديده. ولكن في 28 ابريل البوليس وقفات واحد الطوموبيل مسروق، ومن الحظ ديالي كنت فيها. نزلوني، ولكن فاش شفت الفرصه ما فكرت 2 مرات وهربت. دزت بحال الريح. واه باقي كنتفكر. كانوا في المتر وكنت في الثاني. رجعت لأمريكا، مرة هنا مرة لهيه، هوايات مزورة، السرقات، حتى لواحد لوطيل. خرجت نجيب شي حاجة، فاش رجعت لقيت السويت مطوقي للوطيل كامل. واه وات فاك، اش هاد الحظ هذا عاوتاني. حتى تنقول صافي وكتجي شي حاجة. حناجرهم كتغوت، السلاح كيتجه ليا، وانا كنقول صافي هذه هي الاخر. ولكن اخوتي كانوا كيقلبوا على شي واحد اخر. واو باش حسيت في ديك اللحظه فاش تستحداهم تشديت، يعني ما اعتقلونيش. ما عليناش، كان واخا هكاك شويه ديال الزر. ما بغيتش نقول بزاف حيت جايه شي حاجه في 24 اكتوبر 2007. الشيطان بدا كيلعب بيا. واحد البوليسي صغير تقريبا عنده شي 24 عام شك في الطوموبيل وتبع. المرايه كتبين الحركات، وانا كنت كنفكر في الهرب، ولكن ما بقى فيا النفس. من بعد ما ولينا فشد ليا نقطع عليك انا هارب، هو ما نفعكش حتى شدني. كل شيء تقلب، والساعه سكتات بحال السيطار فاش كيطيح في اخر مشهد.
تحطيت في الحبس الفيدرالي في كندا. من بعد جات عائلتي وهضروا معاهم باش نتعاقب في بلادي، رجعوني الميريكان، داوني الحبس سميتو فلورانس. هادوك الحيطان كيحاوروك في الصمت، مجرمين سايكو، دم، الغوات، وانا اش هادشي هذا. كنت وسطهم، كنسكت وكنحسب الايام بالعقل. دابا عندي 66 عام وما غاديش نخرج من الليل، لكن الا كانت شي حاجه نفتخر بها فهي انني عشت الحياه بالطريقه ديالي ومشيت ضد النظام. انا ما كنت باغي نكون بطل، كنت غير باغي نعيش بحالو. كانوا كيقولوا لي مستحيل تهرب، وانا وريتهم العكس. انا ريتشارد المجرم اللي خدع الحبس 3 المرات ومازال كنضحك. حتى لهنا وصلنا للاخر ديال القصه ديالنا. شكرا على المتابعه. اللي ما مشتركش في القناه يشترك، وما تنساوش ديروا ديك لايك. نشوفكم في قصه جديده. تهلاو. السلام عليكم الدراري.